ما يعدل ترابك ثمن خاطري، يعشق حروفك يا يمن غالية، ما يعدل ترابك ثمن عالية، أمجادك بطول الزمن يا فخار يا يمن. وصل العروبة كلها خاطري على أنفسنا ونجمع كلمتنا. لعلي الآن آخذ مداخلة للأستاذ رياض الأحمدي الباحث السياسي. أستاذ رياض، هل أنت معي؟ أستاذ رياض، هل أنت معي؟ نعم معكم. أهلا وسهلا أستاذ رياض، لعلك سمعت ما طرحناه، هات لنا رؤيتك. المقدمة طبعا المقدمة الأولى فاتتني. المقدمة الأولى فاتت. طيب أنا أسألك سؤال أستاذ رياض، بصفتك الباحث السياسي، ما وصل إليه أهل دماج؟ أين وصل أهل دماج؟ يعني هل سيستقرون في صنعاء؟ هل سيوفى لهم بالعهود وينقلوا إلى الحديدة، أم أن هناك شيء آخر لا ندري عنه؟ أنا أعتقد أننا لا زلنا في بداية الطريق. الانتقال إلى صنعاء سيتبعه قد يتبعه صراع على صنعاء، وهناك يبدو توجها في هذا الخصوص بتسليم صنعاء أيضا للحوثي وليس صعداء لوحدها. هذه نقطة. النقطة الثانية أن البلد بالكامل والنقل إلى الحديدة قد يتأخر بطبيعة الأوضاع الأمنية التي في البلاد، بطبيعة السلطة غير الجادة التي رأينا منها تخاذلا في صعدة، وربما يكون وجودهم بصنعاء مفيدا. صنعاء قد تجري محاولة لإسقاطها. أهل الدماج الآن أعتقد أنهم صنعوا قضية لليمنيين عن طريق أنهم أحيوا قصة صعدة وأحيوا الوضع وجاءوا إلى صنعاء بعد أن ناضلوا وأيضا كشفوا وجه حقيقة جماعة الحوثي وحقيقة القوى الدولية وحقيقة حتى من في السلطة. أستاذ رياض، أنت معي؟ هل تسمعني؟ نعم نعم. أستاذ رياض، التصريحات التي سربت أو ما تناولته وسائل الإعلام من أن أبو أصبع يتهم الحوثيين بعدم تسليم المواقع في دماج إلى الدولة، ألا يكفي تهجير أهل دماج؟ هل سيحصل شيء آخر في دماج غير التهجير؟ طبعا من الممكن، دائما لست مع من يخون الجيش. أنا مع أن في الفعل هناك قيادة في الجيش جادة في قصة استلام دماج واستلام غيرها، وربما أن الحوثي يدرك ذلك فيحاول منعها، لأن هذا سيشكل له قلقا مستقبليا. قد تستمر هذه القصة وقد لا تستمر، وهذا يعتمد على جدية السلطة في صنعاء، لأنها قد توجه العسكريين بتسليم دماج مثل ما وجهتهم في السابق بالانسحاب، وجه السلفيين بالانسحاب. يعني أستاذ رياض، أنت ترى أن هناك قيادات شريفة، وهذا ما نراه جميعا، ليس الجميع خونة، بل هناك ما زلنا نرى نماذج رائعة، نماذج حية، نماذج تغار على إخواننا سواء اتفقت معهم أو اختلفت معهم. أشكر لك على هذه المداخلة أستاذ رياض، وإن كانت قصيرة لم يتح لنا الوقت، لكن في النهاية خلاصة ما ذكرنا لعلكم اطلعتم عليه مشاهدينا الكرام: دعوا اليمنيين وشريعتهم، لا تراهنوا على الشعب اليمني، فاليمنيون قد فهموا ما يراد بهم. في النهاية وفي الختام ندعكم ونحن ندعو لكم، نلتقي بكم الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا يمن غالية، ما يعدل ترابك ثمن خاطري، يعشق حروفك يا يمن غالية، ما يعدل ترابك ثمن عالية، أمجادك بطول الزمن يا فخار يا يمن. وصل العروبة كلها خاطري، يعشق حروفك يا يمن غالية، ما يعدل ترابك ثمن عالية، أمجادك بطول الزمن يا فخار، وصل العروبة كلها خاطري، يعشق حروفك يا يمن يا يمن.